پروګرام ته منور کولو لپاره زه د خپلې مدرسې طالب العلم والله فيه فضيلة الشيخ محمد نبي حفظه الله ورعاه ته دعوت وکړم چې هغه راشي موږ او تاسو ته خپله موضوع په عربۍ ژبه کې وړاندې کړي. طالب العلم والله فليتفضل مجزيا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وأكرمه بالعلم والبيان وأقام الحجة عليه بالسنة والقرآن، والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم حساب الإنس والجان. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: كيف ذلك؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير القوم لا علم عنده، صغير إذا التفت عليه المحافل. أيها المؤمنون، إن حاجة المسلم إلى طلب العلم الشرعي والعناية به من أشد الحاجات وأعظمها، لأن سعادته وفلاحه في دنياه وأخراه متوقف على العلم، فلا سبيل إلى الجنة ولا وسيلة لتحصيل تمام المنة إلا بالعلم وتحصيله. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. عباد الله، ولهذا ينبغي للمسلم أن يجعل العلم الشرعي في أولويات مطالبه وأهم مقاصده في كل يوم من أيامه. ولقد عد العلماء يوما لا تحصل فيه علما يوم خاسر، لأن طلب العلم من أهم أهداف المسلم في يومه. عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وهذه الثلاث هي أهداف المسلم في يومه، ليس له أهداف غيرها: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. وأهم هذه الأهداف وأعظمها شأنا العلم النافع، لأنه به يميز المرء بين طيب الرزق وخبيثه، وصالح العمل وفاسده. أحبتي في الله، العلم مراتب، أولها كما قال عبد الله بن المبارك: أولها النية، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. والعلم أشرف من المال، كما قال علي بن أبي طالب: العلم أشرف من المال، العلم أشرف من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة، والعلم يزكو بالإنفاق، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول، لا طريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. وقال ابن القيم رحمه الله: العلم غنى بلا مال، وعز بلا عشيرة، وسلطان بلا رجال. وفي الأخير فالعلم وراثة الأنبياء، ونور في القلب والوجه، وحماية من الضلال، وسبب النجاة من النار، والفوز بالجنة، وصدقة جارية، وعبادة عظيمة. ويحصل بالإخلاص والنية والتدرج
والصحبة الصالحة. وأختم مقالتي بقول الشاعر: العلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف.